السلام عليكم اصدقائي، وسهلا فيكم بلقاء جديد وجمعتكم مباركه وحلقه جديده من حلقات الاسئله الاسبوعيه، واللي بناخذ فيها مثل ما تعودنا اسئله من انستغرام، فيسبوك، كذلك يوتيوب، بنجاوب عليها على طريقه الدردشه، واللي بتكون تقريبا اوسع من مجرد فقط دردشه عن كره القدم. هي بيكون فيها رسائل مثل ما تعودنا لتغيير النظره قدر الامكان، وضروري جدا 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 يا ريت ما تتخطى فكره اني اخذت سؤالك من عدمه. ليس الهدف. لا تتابعني إذا كان بدك إنه آخذ سؤالك، لا يهمك. اللي بيهمك هو الفكرة بحد ذاتها وبدون أي إطالة. خلينا نبلش مباشرة بالأسئلة واحدا تلو الآخر، وخلينا نبلش بالبداية مباشرة مع سؤال من انستغرام، وبيقول لي: أنت مدرب وعرض عليك لتدريب ريال مدريد وعرض عليك لتدريب مانشستر يونايتد وليفربول، أيهم ستختار؟ تحياتي كابتن نسيم، تحياتي لك صديقي. والله هو سؤال لطيف وغريب عجيب بصراحة، لكن أنا بتخيل الآن وهذا الجواب يصلح لهذا التاريخ 1/1/2026 فقط لا غير. ليفربول بكل تأكيد وبدون تفكير حتى، مباشرة ليفربول. عشان ما أتركك تايه وروح للسؤال اللي بعده، حجاوبك ليه بكل تأكيد. أنا كمدرب بدي اختار مكان أول شيء فيه استقرار قدر الإمكان، والأهم يكون فيه بيئة مناسبة، بيئة ما يكون فيها لا ضغوط ولا سمية ولا ضغط إعلامي هائل. وكلا الفريقين الثانيين اللي هن اليونايتد بإنجلترا وريال مدريد نفس الضغط تقريبا، فماني مضطر أخذ هذا الريسك بالأساس، لأنه هي مخاطرة حرفيا مثل ما بتسمى، مخاطرة غير محسوبة. أنت بالحياة إذا بتأخذ مخاطرة غير محسوبة فلا تلومن إلا نفسك في نهاية الأمر. أنا بأخذ مخاطرة محسوبة. ليفربول اليوم، فقط اليوم، أعتبره مخاطرة محسوبة. هو أرسنال، الأندية اللي على هاي الشاكلة فيها صلاحيات كبيرة، فيها بيئة إنه إحنا بنشتغل يا جماعة، مو إنه أنا جايبك تشتغل وماسك العصاية وراكد ورا ظهرك. لا، هذا الشيء مرفوض بالنسبة لي كعقلية. أهم شيء بالنسبة لك تدخل والسايكولوجي عندك تكون أمورها طيبة وعال العال. فهذا رأيي، أنتوا حطوا لي آراءكم بالتعليقات. مين بتدربوا أحبائي لو عرض عليكم هيك مهمة؟ وخلينا نروح للسؤال اللي بعده، واللي هو من أخونا اللي بيقول لي: السلام عليكم كابتن، الله يعطيك الصحة والعافية. اللهم أمين جميعا. وعليكم السلام. في سباق البريمير ليج الذي لا يقاس فقط بمن يتصدر اليوم، بل بمن يملك أدوات البقاء حتى النهاية ونفس أطول من باقي الفرق، نرى أن السباق هذا الموسم تشكلت ملامحه بين أرسنال أرتيتا بانضباط وتطور، ومانشستر سيتي بخبرة وخبث جوارديولا في حسم الأمتار الأخيرة، وأستون فيلا كفريق كاسر للنسق التقليدي بقيادة إمري، من منهم يملك القدرة الذهنية والتكتيكية لتحويل الضغط من عبء إلى سلاح في النصف الثاني من الموسم. أظن حتى هذه اللحظة لا زال الأرسنال، لحد هذه اللحظة 1/1/2026، وربي يجعلها إن شاء الله تعالى سنة طاعة وخير وبركة إن شاء الله تعالى. بظن أنه هو لا زال لحد هي اللحظة بنظري هو الأقدر على الاستمرار وعلى أنه يكمل بهذا النسق حتى النهاية. ليش؟ واضح من المباريات الكبيرة كنت منتظر أبدا، فقط منتظر مباراة أرسنال أمام أستون فيلا وليس أي فريق آخر. بدي فقط أستون فيلا في العالم، هذا الفريق بدي أشوف مواجهته كيف حتكون، لأنه عارفان أنه حيدخل أستون فيلا عشان يعقد الدنيا كلها على أرسنال، لأنه حتكون الضربة مزدوجة بكل تأكيد، وهو عقدة دائمة طبعا. فلما شفت طريقة التعامل، شفت الانتفاضة اللي عملها أرسنال خلال ربع ساعة تقريبا، برأيي كانت اكتساح بمعنى الكلمة. اللي شاف الماتش، هذا اسمه جبروت وليس مباراة كرة قدم. خلال ربع ساعة تقريبا تم الاكتساح الكامل. هذا موضوع ما بيعمله إلا فريق بشخصية بطل. لا أجزم، ممكن ابتداء من الجولة القادمة يبدأ النسق الهبوطي لأي كارثة كانت ويخرج مركز خامس بنهاية الموسم، الله أعلم. لكن نحن بنحكي بناء على الورق، يعني شو اللي بيحصل الآن، هي المعطيات. أنا بشوف أن الأرسنال هو الأقرب. نقطة ثانية، السيتي بيتطور، يعني خلينا نقول بيرجع لا زال، لكن لا زالت عنده مشاكل. قيس مشاكل أرسنال وقيس مشاكل السيتي. لو الاثنين اليوم واجهوا أستون فيلا، أنا بحب أخذ مثال أستون فيلا دائما لأنه فريق معقد جدا، وهو الأصلب تقريبا وأكثر فريق قادر يضبط فكرته بالمباريات اللي هو أستون فيلا. لو الاثنين حيواجهوا أستون فيلا، مين اللي بتتوقع؟ يعني أنت لو بتتوقع أنه أكيد في حدا حيخسر، أنا أكدت لك أنا قادم من المستقبل في واحد منهم حيخسر أمام أستون فيلا، مين حتقول حيخسر؟ غالبا حتقول مانشستر سيتي. يعني السيتي قابل للخسارة أكثر لا زال. ما عم نقول قد يأخذ الدوري، لكن أنا بشوف أن الأرسنال لحد هذه اللحظة فقط لا زال الأكثر صلابة، وهي من وجهة نظري الشخصية. فحطوا لي أنتم آراءكم بالتعليقات، وحط لي رأيك كذلك الأمر. وخلينا نروح للسؤالين اللي بعده، لأنه السؤالين اللي بعدهم هن اثنين أخذناهم مع بعض. وأول من أخونا سعيد بيقول لي: هل انفجار رودريجو مستمر أم مجرد حماس عابر؟
ولو استمر على هذا الأداء فهل سيكون أحد الأعمدة الأساسية لتتويج الفريق بالألقاب هذا الموسم؟ هل تشابي سيعتمد عليه أم مشروع مبابي وتفضيل فينيسيوس سيحرمان رودريغو من إكمال تألقه؟ انتظر جوابك كون الموضوع حيرني. طيب اخونا كمان حماد بيقول لي نسيم انت شخص فاهم بالكره ربي يكرمك، عندي سؤال كان يراودني في بالي وهو كيليان مبابي وكورتوا هن 95% من ريال مدريد صح 100%، هل هذا الامر يوحي على سوء الريال او انه امر طبيعي؟ ضعوا لايك حتى الاخ نسيم يشوف تعليقي. تحياتي الله يصدقك يا ربي يا اخي حماد بالتالي تحياتي لك صديقي. طيب هلا هن الاثنين مخلوطين مع بعض، مع انه الناس ممكن تشوف انه شو دخل هذا بهاد. بتشوفوا احبائي رساله لكل جمهور ريال مدريد، نصيحه اي كلام بقوله دائما او يقال دائما الان من الناس اللي بتحكي كلام متوازن شيلك من الهبيده. نحن نحكي عن ريال مدريد الان عن الحكي المتوازن، وسواء اللي بقوله انا هون بهي القناه او بقناه 360 اي كلام هو تمرير وقت حتى نهايه الموسم مهما حصل. الان اللي بيحصل مع ريال مدريد هو نفس ما يحصل مع ليفربول، هو تمرير وقت حتى نهايه الموسم، سواء بقي المدرب او رحل أو بليفربول او بريال مدريد او بقيوا لاعبين او رحلوا ايا كان. هي مرحله هاد شيفت. الان انت وقت تكبس كنترول تاب بالكيبوردك تنتقل للتبويبه اللي بعدها، فانت هيك بتعمل الان. بس هي الكبسه بتستغرق موسم يا معلم، ما بتقدر انت بيوم وليله، مستحيل. فانت بمرحله انتقاليه بدك تاخذها بحلوها ومرها. عندك 1000 مشكله وعنده لليفربول 1000 مشكله، فانتوا الاثنين عم تحاول شو قدر الامكان تخوض هاي المرحله بكل مساوئها وايجابياتها. حيكون في عندك لاعبين يتالقوا، لاعبين لا، لاعبين لازم يرحلوا، لاعبين لازم ياتي بدالهم. ما بتقدر تحل كل المشاكل بكبسه زر. مع العلم انا بحمل جزء كبير للاداره بالمشاكل اللي حصلت، متتاليه مشاكل انفجرت كلها الموسم الماضي ولا زال بيدفع الفريق ثمنها هذا الموسم. هاي رساله ضروريه قبل ما ندردش مع الاجوبه. لانه اللي بيقول لي اخي حماد هل انه كون مبابي وكورتوا هن 95% من ريال مدريد هل هذا شيء سيء او انه امر طبيعي؟ شيء يعني انه في مصيبه بالفريق، بس في مصيبه. يعني لما يكون في لاعب واحد فاذا في مصيبه، في لاعب واضح انه ما في غيره اصلا. اليوم انت لحد تاريخ هي اللحظه قبل مواجهه بيتيس ريال مدريد في يوجد في اوروبا 66 فريق افضل منه، 66 فريق افضل منه بالاحصائيات بتحويل التسديدات الى اهداف. مع العلم هو الثالث اكثر من سدد في اوروبا كامله، يعني اكثر من سدد في كل اوروبا هو بايرن ميونخ، الثاني برشلونه ولا برشلونه ثم بايرن ميونخ، هذول الاثنين اول شيء. الثالث هو ريال مدريد بالتسديدات، لكن هو في 66 فريق قبله بتحويل هذه التسديدات لاهداف. تخيل، في انت عندك مصيبه لانه ما في غير مبابي عم يسجل فقط. هي كارثه بمعنى الكلمه، وهي متواليه كثير صعب جدا تفكيكها وانه نحكي عنها الان مجرد كلمتين، لكن هي التركيبه كلها غلط، هي كل شيء خطا. سبحان الله لما كنا نقول كل شيء يحصل في ريال مدريد خطا كانت الناس تحكي لك ابلع وشخصيه البطل. لك يا معلم انا يمكن بحترم وبقيم ريال مدريد اكثر منك اللي عم تقول لي ابلع، وما انك عارفان اصلا انا شو وجهه نظري بتكون بالاساس. لكن اللي عم يحصل مصيبه حتنفجر وقد انفجرت بالنهايه لانه المنطق فرض نفسه، فهذه مصيبه يا صديقي. واخونا اللي هل انفجار رودريغو مستمر ام مجرد حماس؟ رودريغو دائما جودته موجوده، رودريغو جوده لا غير منطق ان يتم النقاش عنها. يعني انا لما بشوف نقاشات مثلا بالسوشيال ميديا او كذا انا ما بكم، يعني انا تكمل بشغلي ما بدخل بهي النقاشات اساسا. ما في شيء اسمه نقاش حول جوده رودريغو جوده لا يختلف عليها عاقلان، مجرد ان يكون عاقل بالغ راشد الرجل، يعني فقط يكفي هذا الشيء حتى تقول هذا جوده خارقه بالنسبه لرودريغو. فلا، رودريغو جوده ممتازه دائما، لكن لازم تبقى بالملعب. ما بقيت ففي 1000 فريق بيتمناها، بس انا هاي وجهه نظري يعني. بس الان شو ممكن يحصل؟ الان مبابي اصيب فيمكن رودريغو ياخذ فرص بشكل اكثر، وربما الله اعلم. الان هل بيغير وجهه نظره ام لا؟ هذا الموضوع هو حاله حال ما بدات به الكلام. لن يحسم ملف رودريغو وتبان الصوره بشكل جيد حتى نهايه الموسم. ليش؟ بدك تفهم كيف الادارات بتفكر. الان الاداره بدها تشوف شو بده يحصل من الان وحتى نهايه الموسم. هل تشابي حيظبط الامور ويعمل اعجاز بوقته؟ انا بتخلى عن اي حدا مهما كانت التكلفه، ولو كان فينيسيوس جونيور، وتذكر هالاسم
ولو كان فينيسيوس جونيور، ووقتها رودريجو شو بياخذ دوره. طيب ما مشيت الامور، والله حيكون في كم شت ضحايا، وليكن رودريجو من ضمنهم مثلا، وقد يكون فينيسيوس، الله اعلم. فهي تراتيب الان بتحصل من الان وحتى نهايه الموسم. كل كلامنا الان اضاعه وقت فقط. برجع بذكر كلامنا اضاعه وقت، يعني ربما كلامي كله ما يحصل عكسه. فانا لهيك باكد لك كلامنا اضاعه وقت فقط. انا بحاول اشرح السيستم كيف ماشي. هو يعني نحن كانه امامنا لوحه مونوبولي وقاعد بشرح لك فقط شو شايف انا. هذا هو هي الفكره كلياتها. فهذا اللي عم يحصل. بدك تنتظر من الان وحتى نهايه الموسم حتى تاخذ الجواب الصح، الجواب اللي 100%، لانه في هون احتمالات كتير، احتمالات ان ينجح. مثلا تروح انت اكل نتيجه من بيتيس مثلا، ورايح اكل فضيحه بالسوبر، بتعرف شو حيصير بوقتها؟ مصيبه يعني، عرفت كيف؟ وممكن يحصل العكس، تحصل انتفاضه، لانه كمان عندك لاعبين اخرين انت بحاجه انك تعتمد عليهم مثل غونزالو الى اخره. في لاعبين كتار، ابراهيم دياز اللي جدد عقده حتى عام 2030. في عندك كمشة لاعبين، في عندك لاعبين من الوسط حيرحلوا، ولا زلت على تحدي. في لاعبين وسط حيرحلوا من ريال مدريد، لاعب على الاقل موزن يعني أردا جولير، جود بيلينغهام. أردا جولير يعني لاعب وزن على فكره باي فريق بالعالم يعني، تمام. لما ياخذ حقه مثل اوديغارد، لما ياخذ حقه بتقول انه واو هذا ب 35 مليون فقط. فانا بتوقع انه واحد منهم هدول حيخرج يعني عادي جدا، مين من كان يعني. طبعا بيلي اصعب شوي لحسابات عقود اديداس وكذا، فالموضوع جدا مكلف اقتصاديا يعني، اكبر مما يتخيل العقل البشري. فصعب جدا الخلطه، كيف بدهم يرتبوها انا ما بعرف بوقتها. لكن في ناس حتخرج من ريال مدريد، مستحيل هذا الفريق يكمل بهي الطريقه، مستحيل ابدا. او انه بيلي نفسه يغير من اسلوبه، وهذا اللي ممكن احتمال كثير انا برجحه، وبدا يغير شوي من اسلوبه والله اعلم. لكن بعرف توهتك، بس انا اللي بدي اوصل لكم يا احباء الكرام، ما يجري في ريال مدريد تمرير وقت. سيبك من اي شيء، لا تتعاطف مع حدا زياده، ولا تشد حالك مع حدا زياده، ولا ضد حدا زياده. نصيحه، هو شر لابد منه حتى نهايه الموسم. هاي وجهه نظر الشخصيه والله اعلم، طبعا هاي وجهه نظري. بس انتم حطوا لي اراءكم بالتعليقات. ما اعطيتك جواب كافي وافي 100%، انا اعطيتك الصوره الكامله قدر الامكان. وخلينا نروح مع بعض لعند اخونا، ما بعرف شو الاسم، اكتبوا اسمائكم يا جماعه، مكتوب ريانو او هيك شيء الاسم. تحياتي لك. بيقول لي نلاحظ بان ليفربول عاد لسكه الانتصارات مؤخرا، ولكن هذا الموسم لا يعاني من مشكله نتائج بقدر ما يعاني من مشكله هويه داخل المباراه. فريق بطل الموسم الماضي بات يكسب دون ان يفرض ايقاعه، ويخسر السيطره في تفاصيل صغيره مثل الكرات الثابته والتحولات. سؤالي، هل نحن امام خلل تكتيكي قابل للاصلاح داخل منظومه أرن سلوت، ام ان المشكله اعمق وتتعلق ببنية الفريق وقدرته على إعادة إنتاج نفسه ذهنيا وفنيا في دوري لا يرحم الاستمرارية؟ طيب تحياتي يا صديقي. والله شوف، موضوع ليفربول معقد جدا 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 جدا، بس خليني حاول قدر الإمكان أشرح لك اللي بيحصل معاه. اللي بيحصل معاه هو نفس الكلام اللي تكلمته قبل شوي بمقدمة ريال مدريد، إنه هي مرحلة انتقالية. اليوم الفريق عم يغير جلده بطريقه كبيره، يعني مغير جزء كبير من ثيابه. خلينا نحكي اليوم انت كان في كميه لاعبين كثر، فانت هذا اللي عم يحصل معك الان. الاداره بتعرف، لذلك انا قلت أرن سلوت سيستمر مع ليفربول، مستحيل يتم اقالته. في عز ما كانت الناس تقول اقيلوا سلوت، ما حيقيلوا أرن سلوت، لانه هي اداره ليفربول غير اغلب الادارات. هي عارفه شو بتشتغل، هي بتعرف شو بتشتغل. بتحكي لك انا جلبت كميه لاعبين، فالمنطق بيقول حيوقع على الفريق. تمام، شو ما حصل يحصل، خذ موسم يا معلم ورجع عاد موج الفريق. انت اليوم اصعب شيء لما تجلب لاعبين على انجلترا تحديدا، هو اصعب شيء من ناحيه الاندماج. مو سهل انك تندمج بانجلترا كدوله كمعيشه، حتى مو سهل. هذا دائما بنعيده وبنكرر فيه. فهي نقطه ما فينا نحن نتجاوزها، نقفز هيك نقفز عنها ونبدا نتكلم بعدين. لا، هذا الموضوع بدك تاخذه بعين الاعتبار. فموضوع انك تلعب بانجلترا وتنتقل لانجلترا تحديدا، هذا الموضوع صعب، بل وصعب جدا، ولا يمكن الاستهانه فيه نهائيا. فالان انت كليفربول، يعني ليفربول اليوم عم ينتصر، صح، عاد لينتصر، خلينا نحكي اذا صح التعبير. لكن مثل ما حكيت بتشعر انه ما بيسيطر على المباراه بشكل 100%. ليش؟ لانه ما اوجد التوليفه الصحيحه تماما يعني. وعندك مشاكل. كان اهم شيء انت عندك مشاكل بخط الدفاع. اليوم انت دفاعك كم مره حكيناها من اشهر، حكينا، تذكروا لما حكيت انه ليفربول، وما تزعل مني الناس، نحن نحكي هون منطق، الان هم ما في مشاعر، نحكي منطق يا جماعه، تمام. حكيت بالبدء انه ليفربول هل حياخذ مركز رابع او لا؟ تذكروا هذا الكلام ولا لا؟ يعني وقت كانت الناس تقول لي هل حياخذ كل الالقاب، فحكيت لهم هل ممكن يخرج مركز رابع اصلا؟ المنطق، هذا المنطق. وهليك قدام الناس اللي عم يحصل، يعني ممكن يروح ياخذ البريمير ليج عادي، الله اعلم. لكن المنطق لا بيحصل الان. ليش؟ تغيير جلد كبير مثل ما حكيت لك. فانت اليوم ما عندك دفاع،
انت جلبت عناصر كثير بس مدافعين ما عندك. صفقه جويهي كان لازم تنحسم ويجب ان تحسم الان في يناير، اذا ما حسمتها فصدقني القلق على المركز الرابع. صدقني انت ما عندك مدافعين، ما عندك مدافعين. هلا جزئيه الكرات الثابته مشكله بمدرب الركلات الثابته بليفربول. ليش؟ لانه باترن عم بيتكرر. ما هي مشكله بليفربول نفسه فقط، لانه ما في غير ليفربول هو اغبى فريق. مع حبي انا بحب ليفربول كثير، تكون الناس بالصوره يعني ما حدا يقول لي لانك كذا بتحكي كذا، انا ما عادي جدا. تمام. ليفربول بيستقبل اهداف بركنيات بطريقه يعني غبيه جدا جدا غير مفهومه. فمشكلته وانت عم تلعب باقوى دوري في العالم بالركلات الثابته، فمشكلتك انت كليفربول يعني يجي المدرب. هي مشكله مدرب، لانه في باترن، الموضوع متكرر دائما، نفس الركنيات وما بيعرفوا يتعاملوا معها. في مشكله عند ليفربول نفسه. فاظن المشكله بالمدرب، والله اعلم. مدرب مو يعني ارن سلوت يا جماعه، مدرب الركلات الثابته، لانه هذا الشيء بيتكرر. انتوا احفظوها احبائي. شوف بس تشوف شغله تكررت كتير، اوقف لحظه شوي، دور ورا السبب الرئيسي فورا. لما هذا يقولوا له باترن، بس تشوف باترن بتتكرر، اذا يحتاج التحليل هذا الموضوع. مثل يوم واحد يحط لك هدف خارق فبتقول واو عنده ميزات كذا كذا، لا لحظه، هل هو عنده باترن بهذا الموضوع بيعيده كتير، بيتكرر كتير بالمباريات؟ اذا حصل مره او مرتين او ثلاثه ما بيهمني، انا بدي كتير يحصل كتير. اذا هو نمط حياه دائما شغال عليه، مجرد مثال يعني. فهي مشكله. تمام. يعني هي الفكره فكره وقت، صدقني فكره وقت. يعني شفنا اليوم هلا كان في اسئله ثانيه، انا والله ما اخذت عن فيرتس كيفيه اندماجه، سامحوني ما قدرت اخر اسئله ليفربول كلها. اليوم فيرتس بدا يندمج شوي شوي يعني. طبعا هل لانه صلاح غاب او كذا؟ يمكن، بس يمكن الوقت. وفيرتس حكى بنفسه هذا الشيء، انه انا بدي وقت حتى اندمج بانجلترا نفسها. يعني فكره معيشه، هذا الموضوع كل اللاعبين اللي بيجوا من برا انجلترا بيحكوا يا جماعه، انه انا بدي وقت حتى بس افهم طبيعه انجلترا وعيشتها. كل شيء بالعكس فيها واجواء غريبه يعني غير كل اوروبا اصلا. يعني انجلترا لوحدها مثل ما بنعرف، وهذا الشيء لا يمكن اغفاله، يعني ما فينا نتخطى. فصدقني الموضوع صديقي مساله وقت فقط. الآن ممكن بس واحد يعلق لي الآن، لا نسيم أنت حكيت بيوم من الأيام أنه طيب وصل الموضوع أنه زاد عن حده، هل ممكن يقال أرن سلوت؟ هذا الكلام قبل فترة لما صار يوقع وقوعات غير منطقية. طبعا لو ساءت الأمور لدرجة لا تحمد عقباها ودرجة لا تطاق، أكيد الإدارة حتقول لك هون لا مشروع ولا غيره، تعال الله معك، أنت سوت وجهي مو لهالدرجة كمان. يعني أنت لازم تبقى بس برنج المنافسة، حتى مو المنافسة، رنج التوب فور، هي الفكرة بس فقط. وطبيعي ما مطلوب منك شيء كليفربول، انت امورك ممتازه وماليا وعقود رعايه، ما وراك شيء. هيك بتفكر المؤسسات. فلذلك كنت ولا زلت اراهن ارن سلوت حيستمر وحيصلح كل المشاكل. صدقني كل المشاكل حتتصلح. لكن انت جلبت له نصف فريق، مصيبه هي بكره القدم. ما في، انت بتجلب لاعبين احيانا بتخرب المنظومه كلها. صدقني هي مشكله كلياتها في ليفربول، ومشكله الركلات حكينا عنها كذلك الامر. فحطوا لنا ارائكم بالتعليقات. تعال نروح للسؤال اللي بعده، واللي كان اول شيء، او هن سؤالين مع بعض عن برشلونه. السؤال الاول من اخونا على انستا بيقول لي السلام عليكم اخ نسيم. وعليكم السلام، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. والله لهلا تعبان شوي. بيحكي لي لو سمحت عندي كم سؤال يا ريت تجاوب عليهم ولو باختصار. ماذا تغير في برشلونه؟ وهل هو قادر على تحقيق معجزه هذا الموسم محليا؟ وكيف تراه اوروبيا؟ 2. كيف القرعه طبع الدوري الانجليزي؟ ما تحسها مخربطه شوي؟ على اي اساس اللعب استون فيلا في 4 جولات رايح جاي؟ 3. هل ترى ضغط السيتي على الصداره سيؤثر على نفسيه لاعبي ارسنال وتطرح عليهم ضغط كبير؟ اسف على الاطاله، تحياتي صديقي. طيب هلا سؤال كمان من يوتيوب، كونه كمان عن برشلونه، من تيسير بيقول لي السؤال الاول هل تشوف برشلونه قادر على تحقيق الابطال هذا الموسم؟ اما السؤال الثاني مين تشوف الافضل بين بيدري فيتينيا ديكلان رايس بالترتيب؟ وشكرا. طيب اعتذر على السؤال الاخير، طبعا اكيد حاعتذر، الناس بتعرف ما بحب هي الاسئله وبنفس الوقت بشلف هيك تلميحه يعني. لكن انا طيب اسمع احكي لك اياها كيف. موضوع مين تشوف الافضل، هذا الموضوع فيه يعني يحتمل الآراء صديقي. يعني احنا الآن لو 5000 شافوا هي الحلقة، في 5000 رأي بس بكل بساطة، فلا يهم منك رأيي يعني. لكن أنا شوف الآن للصدفة أنا مشجع لفريق بيلعب واحد منهم هدول فيه، واللي هو ديكلان رايس. تذكروا دائما بحكي لكم فيتينيا هو فتنة في خط الوسط، فيتينيا فتنة، بيدري فيجن خيالي، بيدري أنا بعتبره مثل ميسي بخط الوسط تقريبا. طيب الآن ديكلان رايس أنا بعتبره هو الصفقة التي يجب أن ترد لويست هام وترجع تدفع سعرها 110 مليون يورو مرة ثانية لهي الدرجة. هذا الكلام اليوم. نعم أنا كحدا مثلا عندي أنا هذا الوسط مثلا، أوكي، لجاوبك أنت عشان نفهم الفكرة.
نسيم، هل بتفضل واحد من هدول اللي ذكروا اسمائهم الثانيين يجوا على الارسنال؟ لا، ما في داعي، ما في داعي ينضرب التوازن. انا عندي زوبيمندي، رايس، اوديغارد، ايزي، وهاي ما حكينا عن ميرينيو وعن نورغارد. يعني متخيل هدول الستة انا عندي، فاطلب اي لاعب كان ايا كان، ما بدي حدا بلا ما ينضرب التوازن. انا عندي كل شيء مكمل بعضه، فهذا اللي بدي اوصل له انا. الفكره كيف بتكمل بعض هاللعيبه، هي الفكره فقط. لكن لو حكيت لي شو رايك بوسط بضم بيدري وفيتينيا وديكلان رايس، بحكي لك هي اسمها فتنه في كره القدم، الثلاثه مع بعض خيال بصير الموضوع، فهيك بتصير احلى. طيب تمام، هل برشلونه قادر على تحقيق الابطال هذا الموسم؟ وكذلك اخونا بالسؤال الاول كمان سال نفس السؤال تقريبا، انه شو اللي حصل معه. الان برشلونه بدا يسترجع طبعا اموره شوي شوي، خلينا نحكي بعد كميه الاصابات اللي اكلها بدا يسترجع نفسه الفريق تقريبا. فانا بشوف انه محليا هل قادر يحقق معجزه؟ ليش معجزه مسميه اخي؟ والسؤال الثاني طبعا اخونا عم يقول لي يحقق الابطال. طيب يعني انه اوروبيا ومحليا؟ اوروبيا لا، منطق لا، ممكن ياخذ دوري الابطال، لكن المنطق بيحكي لك لا، لا يمكن. ليش؟ انت المدارس اللي حتواجهها بدوري ابطال اوروبا هي اللي يعني تقتات وتتغذى على الاساليب اللي مثل اسلوب هانزي فليك، تتغذى. يعني تخيل حالك ما حتواجه باريس، ارسنال، كنا عم نحكي ارسنال قبل شوي، مانشستر سيتي حتى الان اللي هو تمام، ايا ريال مدريد نفسه بيتغذى على اسلوبك، تخيل. فمصيبه الموضوع بمباريات النوك اوت انا بتكلم. فلا، مخيف جدا موضوع برشلونه، وممكن يتوفق ويروح يجلب الابطال، لانه دوري الابطال تفاصيل. يعني هن 7 مباريات، سيبك من مرحله الدوري، هن 7 مباريات بالنهايه وبتاخذ اللقب. فشويه توفيق بتمشي الامور، بس نسبك جدا منخفضه. يعني لو انا برشلوني ما بفكر بالابطال ابدا ابدا ابدا، كجول كهدف ما بفكر. طب محليا؟ لا، محليا بتقدر، محليا انت بتقدر. صح انا كنت رشح ريال مدريد بالبدايات، لكن الان انا بشوف انه برشلونه نعم مرشح فوق العاده كمان، لانه ما في ضغوطات، بيئته ممتازه، في راحه كتير كتير للجميع، بتشعر الفريق مبسوط فرحان كلياته تقريبا ما شاء الله تعالى. فنعم برشح برشلونه وبكل قوه صدقني. نعم هيك بشوف. واليوم الان انت بالميركاتو لو عملت صفقه فلاهوفيتش مع كانسيلو، لو زبطوا هدول الصفقتين، واو واو يا معلم، حتكون صفقات مرعبه على المستوى المحلي تحديدا. لأن برشلونة جو دوريات يا معلم، جو النفس الطويل، جو دوريات أبدا رعب. وبالدوريات ما بحب هاي المقولات الثابتة، بس سبحان الله هي بالسياقات بتيجي كتير صح، ما بؤمن فيها يا جماعة، بس إنه هي عن جد بتيجي كتير صح. إنه الهجوم بيجلب لك دوري، الدفاع بيجلب لك كؤوس. بطولات النوك أوت بدها صلابة دفاعية، سواء دفاعية كدفاع بحد ذاته بمعنى الكلمة، أو بعمليات ضغطك العالي والعكسي، فأنت ما بتسمح للخصوم توصل أصلا لمرماك تقريبا. ما باخذها، ما بؤمن فيها، لكن قاعدة بصراحة دائما بتشعر انه هي فيها جزء كبير من الصحة. طبعا كان في سؤال، هل بتشوف ضغط السيتي على صدارة حيأثر على نفسية الارسنال؟ حكيت عنه قبل شوي. وفكرة انه ليش لعبنا كارسنال مع استون فيلا خلال كم جولة، لانه قرعة البريمير ليج بتيجي حاسوبيا وليس تنصيفا صديقي. يعني ما بتيجي تنصيف مثل بقية الدوريات، هي حاسوبيا بتأتي. فانت ممكن تلعب وكل موسم تصدف اكثر من فريق بيلعب مع فريق اخر، في فريقين بيلعبوا مع بعض ذهاب اياب بنفس المرحله. فالفكره هي 18 مباراه ب 18 مباراه فقط، هيك بيقيسوها. يعني ما بيقيسوا الموضوع انه حتلعب نص الفرق بعدين نفس الفرق حتلعبهم اياب. طبعا هي غير كل الدوريات، بس انه هيك خلاص مهم تلعب 18 مباراه بغض النظر طبعا، بس ما راح يكونوا كلياتهم نفس الفرق، والله تلعب 9 فرق ذهاب واياب بس بالهي وبعدين 9 ثانيين، لا. بس انه بتحصل هي الامور عاديه جدا لحسابات الامن والامان، المدن شو حيكون فيها مباريات، فبياخذوا هي الامور بالحسبان. لذلك لما بينجبروا يحطوا هيك شغلات حاسوبيا، برجع بحكي، فبتنحط مباراه ما بيعترضوا عليها نهائيا، ما في اي اشكال. عرفت كيف؟ لانه بتعرف انت الانديه الانجليزيه هي كتير جدا بكافه الدرجات، في حوالي 14 طبقه تقريبا، فبيحسبوا حساب رجال الامن وكذا ومن هذا الحكي، والتغطيه التلفزيونيه، اوقات المباريات، هي كلها بتنحسب، المواصلات، كله هذا بده ينحسب. فلذلك كل توقيت ماتش لا يمكن تغييره بالبريمير ليج تقريبا، يصعب جدا اذا صح التعبير. عرفوا الفكره؟ فهذا جوابي يا اصدقائي، وهذا جوابي كذلك الامر عن برشلونه. الان بنكمل مع اسئله يوتيوب، ونروح عند اخونا المعلم بيقول لي لماذا انا كمشجع لارسنال والله كتراني يا جماعه بتكتر كثير اسئله ارسنال، شو قصتكم؟ بدنا نعمل له قناه والله ارسنال لحاله. بيقول لي ليش انا بشوف انه الفريق لا زال يحتاج للمسات او نجم سوبر ستار في الامام، يكون احد الاجنحه او راس الحربه، مع احترام الشديد للاعبين الموجودين مثل ساكا وغيره،
لكن لحد الآن ما في لاعب نجم السوبر بصراحة. أتمنى توضح لي رأيي هذا، ويعتبر رأي أغلب المحبين للجانرز. طيب أوكي صديقي، شوف هلا رأيك يحترم جدا يعني، وأنا فهمانك. يعني أنت بدك لاعب مثلا، ماذا لو مثلا امبابي ذهب إلى أرسنال وليس ريال مدريد، مجرد مثال. شيء مثل محمد صلاح بعز مستوى مثلا، شيء مثل هيك. مثلا أنا شو بحكي لك، فيكتور أوسيمين لو ضبط انتقاله بالموسم قبل الماضي للأرسنال، وكان اليوم فيكتور أوسيمين حيكون من نجوم السوبر ستار في العالم. في وجهة نظر قوية حلوة، الله أعلم. لكن ماذا لو كان موجود وطلعت لك مشاكل إضافية؟ شو هي؟ أنا ما بعرف، الله أعلم. لأنه بنفس الوقت أنت اليوم شوف كميكل أرتيتا عندك، هو صنع ماكينة كلها بتسجل، ما هو الكل عم يسجل مع بعضه ما شاء الله تعالى. فكمان هذا شيء جيد بكل أمانة، ما فينا ننكر هذا الشيء. ما بدي أعلق على صفقة فيكتور جوكريز، وخلص صارت الناس تفهمني إني أنا مقروص منها، بس ما بدي أحكي مو لأجل شيء، لأنه حوارها يطول جدا صفقة فيكتور جوكريز. يعني مهما تكلمت وفصلت ما الموضوع إنه يلا أنت بالمشارمة أكلت خسة بالصفقة بصراحة يعني، ولا أنه لا ممكن تنتج. هو الموضوع أعقد من هيك، ما بينشرح بكلمة مسطحة. موضوع فيكتور جوكريز معقد جدا جدا. أنا بعتبر إنه هي صفقة كان لابد منها فقط. سيئة؟ لا مش سيئة، لكن لم توائم الظروف حتى ينفجر لحد الآن. وصعب جدا جدا صعب إنه فيكتور جوكريز ينفجر بظل هذا الضغط. طالما أرسنال عم ينافس، لو أرسنال عم ينافس صدقنا ينفجر، بس فريق كله مضغوط، ما في وقت تطور حدا الآن، بس بدك تضل ماشي الآن نسق. شايف أنت تشعر اللعيبة بيروحوا بيناموا بفيقوا بدهم يلعبوا هيك. المهم بس أنا ما أتفق 100% إنه حاليا بحاجة هذا النجم السوبر ستار. أو خليني أحكي لك، أنا شايف النجم السوبر ستار إمتى ممكن يجي؟ بعد لقب البريمير ليج بإذن الله تعالى. بوقتها حترجع تأكل الأذهان الصفعة وتتذكر أنه الأرسنال عاد، أو تنتبه فعلا أنه عاد مثل ما كان أيام زمان، أيام السير أرسن فينجر. صدقني هذا الوقت قادم لا محالة. حتلاقي نجوم السوبر ستار بهذا الفريق. الآن هو حلاوته أنه هو عم يصنع نجوم السوبر ستار. أوكي ما عنده ميجا ستار، نعم، وهي مو من عادات البريمير ليج اصلا. يعني البريمير ليج كله ما فيهم، يعني ما بيحبوا الميجا ستار اصلا، بيحبوا فكره المنتج الباكج كلياته يعني بشكل عام. فهذا جوابي يا صديقي. انت حط لي رايك بخانه التعليقات. تعرفوا مع بعض لعند اخونا رضا، اظن الاسم، بيقول لي يعطيك العافيه كابتن نسيم، ما على قلبك شر، الله يسلمك يا رب. هل انتهى زمن اللاعبين الديسترويرز امثال كازيميرو تشواميني، وبدا عصر لاعبي الوسط المبدعين مثل زوبيميندي رايس امثالهم؟ نعم انتهى جواب. فعلا هو انتهى هذا العصر، لأنه صديقي اليوم هي الفكرة للاعب الأشمل. فكرة اللاعب الأشمل اليوم يعني إذا كنت فقط متخصص جدا، فهي دائما أنت مسيرتك على المحك ماشية. يعني خلينا ناخذ أنت مهما كنت مبدع متخصص جدا، لنفترض أنت خيمس رودريغيز، يعني بدك أكثر من هيك موهبة كرقم 10. خيمس رودريغيز أنا بعتبره من السحرة، هو من السحرة، مو أنا بعتبره، هو من السحرة كلاعب رقم 10. خيمس رودريغيز نذكر نحن 2014 13 الناس اللي بتذكره يعني، فهو بدع. طب الآن أنت مهما كنت سوبر بفريق معين، ما هو المدربين بيروحوا بيجوا، وكرة القدم بتتطور، وكل مرة في ترندات جديدة بكرة القدم كل موسم. طب أوكي، فأنت ضحية محتملة في أي لحظة، وممكن تنفذ وتضبط مسيرتك كلياتها. لكن الآن التطور أصبح سريع، فالفكرة للأشمل دائما، لأنه أنت بتخدم أدوار أكتر وبتخدم ستايلات لعب أكتر. هاي الفكرة يا صديقي. مثل كازيميرو مثلا، يعني لاحظ كازيميرو مثلا كيف شكل مع لوكا وتوني كروس ثلاثية من أفضل الثلاثيات بالتاريخ تقريبا، ببساطة لأنه بيكملوا بعض، كل واحد منهم عنده ناقصة، كل واحد منهم. هلا الأشمل بيناتهم هو لوكا مودريتش، يعني بتشعر أنه بيشتغل كل شيء ما شاء الله تعالى. لوكا خارق للعادة، فيك تعتبره خارق بمعنى الكلمة. توني كروس ضابط إيقاع، ما بيحب يتحرك كتير. مين اللي بيتحرك أكتر؟ لوكا مودريتش. طيب كازيميرو ما بيعرف يتحكم بالإيقاع، توني بيساعده، بس كازيميرو ديستروير قوي وبيساعدك على الفوز بالكرة الثانية. خالص انت أخذت خط وسط كامل. هذا كل شيء مطلوب بكرة القدم. خلصنا يا معلم، شكرا. هي بوجود كازيميرو، شايف؟ فوجود مثل كازي مثلا، كازيميرو بدك لاعبين خارقين جدا، بدك بوكس تو بوكس خارق. تشافي هرنانديز، لوكا مودريتش، هي النوعية بده يكون جنبه حصرا. تشافي هرنانديز لانس بتذكر، اوكي بيبدع جنب كازيميرو، بيبدعوا مع بعض. بجنبهم بيكون في واحد ضابط إيقاع، انيستا، توني كروس مثلا. يعني بغض النظر انيستا كمان اقرب للبوكس تو بوكس، هي نوعا ما لنا فيه، ما بنفوت ندخل كثير بالتفاصيل يعني، بس يعني تقريبا هلا تشوميني عندك مثلا بده لاعب بجانبه،
بيبدع اكثر، عنده فيجن، عنده رؤيه تشواميني، بس مو يكون لوحده بتوه مصيبه يعني. وعلى فكره ما انه ديستروير كثير تشواميني، يعني يكون بالصوره كازيميرو ديستروير اكثر يعني. تشواميني هو شيء ما اخذ حقه ولا اخذ شيءته المنطقيه لحد الان تقريبا. عكس انت ضربت لي مثالين، مثلا زوبيمندي زوبيمندي ورايس عم تحكي لي اوكي. شوف هلا رايس شو بيلعب؟ هو رايس بالاساس لاعب رقم 8. طيب لما قتل الارسنال ما كان في لاعب رقم 6 اللي هو اللي تحت الريجيستا ديستروير بهذا المركز، يعني اللي تحت بالمثلث. فرايس صار يلعب هذا الدور. طبعا ضل يسمعوا حكي لارتيتا انا بدي العب رقم 8، بدي العب رقم 8، حتى جلبوا زوبيمندي. فهون ارتاح رايس وصار يتقدم للامام، وبالتالي ارتاح اوديغارد اكثر كمان، فصار الفريق يبدع اكثر. شوف صفقه واحده حركت كل الفريق وحررته. مع العلم كلا اللاعبين اللي ذكرتهم انت الاثنين بيقدروا يلعبوا اظهره وقلوب دفاع، ولاعبين رقم 6 ولاعبين رقم 8. فكلامك صح. الان اللاعبين المبدعين، الابداع هو جزء من الشموليه اللي عم نتكلم عنها، اكيد هو جزء من الشموليه، هو اللاعبين الشاملين اكثر تقريبا. لاعبين عندهم لمسه ابداعيه دفاعيا، وفكره فكره الوعي التكتيكي. هلا اذا بتسالني انت نسيم مين عنده رؤيه اكثر بالملعب، حتنصدم الناس الان، رايس ولا زوبيمندي؟ انا شوف ضليت ورا صفقه زوبيمندي حتى اتت، وبحكي انه هي كانت الحلم وقد تحقق لشيء بيكمل الفريق. بس رايس لا، ليفل مختلف بالرؤيه بالملعب، عنده رؤيه مو طبيعيه صدقني. هذا الموضوع ما بتلمسه بتحليل ماتش لما بنتكلم عنه، تمركزاته بين الخطوط، وقف بمر تمرير بتقول ليش واقف هون؟ هو عطل فريق كامل من فكره ممكن يعملوها بعد خطوتين، بيرجع بيتحرك تحرك غريب. مع المتابعات بتصير تعرف ايش الشغلات، انه لا رايس فيجن رؤيه خياليه، راداره ماشي بالملعب صدقني يعني. طبعا زوبيمندي خارق بمعنى الكلمه، بس انا اللي شاده برايس. بس الفكره كلامك صحيح صديقي. نعم كازيميرو وتشواميني، او خلينا نقول كازيميرو هي النوعيه نعم ما عادت تفيد كتير بصراحه، صارت صعب جدا. لما بدها تكون موجوده بده يكون في جنبهم لاعبين يكملوهم مع بعض بشكل اكبر. سردنا كتير مع السؤال بس كان لطيف يعني. حطوا لنا دعاءكم بالتعليقات احبائي، وتعالوا لعند اخونا السؤال اللي بعده اللي بيقول لي اخ نسيم ربي يحفظك جميعا يا رب، امانه الله عليك اخذ سؤالي. ما بيهمك اذا اخذت سؤالك ولا لا، بيهمك الفكره. طالعين ندردش نحن هيك نسرد هيك ونحط كاسه شاي، خلصت كاسه الشاي انا بصور ومندردش بس. فما بيهمك الفكره، ما بيهمك اخذ سؤالك، بس اخذناه حتى ارتاح كمان. هل يعقل بيريز يتعمد ترك النادي بلا صفقات وهو يرى الكوارث في الفريق؟ ألم يتعظ من الأربعات والخمسات من الموسم السابق؟ ألا يعلم أن هذا المحتوى أن بقي الحال هكذا ربما حتى القيمة السوقية للنادي تهبط، حتى شخصية مدريد ستفتقد. سابقا كان اسم الريال يلعب قبل لاعبيه، أما الآن بسبب سياسة بيريز وصل الحال بالفريق عدم الفوز على إلتشي. طيب أوكي معلش هذا السؤال حجاوب عليه بغير طريقة، وهو تتمة للكلام اللي بدأته عن ريال مدريد في ثاني سؤال للإخوة اللي مركزين معنا ستيب باي ستيب. تمام؟ شوف الموضوع يقسم لقسمين، أو الجواب يقسم لقسمين. نسيم أنت هل برأيك الإدارة مسؤولة عما يحصل؟ مسؤولة بنسبة 90%، وهذا كلام فصلته تفصيلا في أطول حلقتين عملتهم عنوانهم كيف وصلنا إلى هنا على القناة الثانية وليس هون، اسمهم كيف وصلنا إلى هنا. وبفضل الله صدقا تعبت أكثر من أسبوع بتجميع الفكرة قبل ما أطرحها ببودكاستين متتاليين تقريبا. تمام؟ لأنه لازم تشرح الأمر كيف بدأ بمطلع الألفية وصولا لمباراة دوري أبطال أوروبا اللي خرجت فيها الموسم الماضي. صدقني الموضوع متتالي بدك تاخذها، لا يؤخذ هيك لقطة، هو متتالية. كان لازم من قبل يبدأ شو يجهز للمرحلة اللي بعدها، ويبدأ يلحق الترند اللي ماشي بكرة القدم. يعني أنت بس كنت متأخر ومشيت كرة القدم، بينما تلحقها أنت مضطر الآن بدك مثلا تأخرت 10% 20% مثلا. فأنت إذا بدك ترجع مكان ما كنت أنت بالأساس سابق الكل، بدك ترجع تعوض 20% تأخر و20 للأمام. فصارت يعني أنت بتأخر 40%، صرت محتاج 40% لترجع لمكانك الطبيعي، و20 لترجع فقط تواكب قدر الإمكان. فنعم الإدارة صديقي، هذا أول شيء. السؤال الأول نعم الإدارة تلام أكيد. فكرة أنه جلب لاعبين متشابهين والبحث عن الشو وليس النوع، والجودة وليس النوع. الجودة بغض النظر عن النوع، أنت بدك النوع لكن مع تواجد جودة. يعني لاعب نوعه اللي أنا بدي إياه كمدير رياضي اللي هو غير موجود بريال مدريد، وفي ذات الوقت جودة. يعني هي النوعية بجودة، يعني أريد لاعب بوكس تو بوكس بجودة مشابهة لبدايات لوكا مودريتش. فمو تجلب لي جود بيلينغهام، ليس ذنب جود بيلينغهام، مو ذنب الرجل رائع جدا. ومو تجلب لي جود
بوقت انا كان بدي فيه لاعب وسط وبدي مهاجم، فاضطر المدرب اللي هو كارلو أنشيلوتي يضعه خلف المهاجمين وياخذ ادوار هجوميه، فنسي مهام خط الوسط واصبح مبدع هجوميا، فظنت الناس انه هو هداف. فجود كان ضحيه كل هذا الموضوع على فكره كمان. يعني هي توضيح للناس اللي بتظن انه انا والله بحب وبكره، ما بتفرق معي، انا بشرح لك الفكره كامله. يعني وجود ضحيه كل شيء، هي الفكره. كذلك الامر انا بحكي لك بدي مهاجم، فكره مينك هي مبابي خارق، موهبه العصر اليوم، بس انا بدي مهاجم. صار عندي 3 أجنحة يسار. انا ابحث في كل فرق العالم في فريق فيه 3 أجنحة يسار؟ منطقي يا رجل يعني. فقال إدارة. القسم الثاني من الجواب الآن، بيريز متعمد يترك نادي بدون صفقات وهو يرى الكوارث كذا؟ شوف، هو الآن إما هو فعلا طرش خلاص ما بده يشوف أبدا، ممكن يكون على الأغلب الجواب يعني الخيار الثاني، هو شاف خلاص فهم إنه في مصيبة أنا عملتها تمام، بس هو ما بيقدر بكبسة زر. الآن شوف خلصنا محقوق الإدارة، لأن نجي للقسم الثاني، هل بيقدر يحل كل شيء بضغطة زر؟ لا يمكن. يعني أنت لا يمكن الآن بصيف مثلا يلا تعالوا نعيد هيكلة الفريق كله نجلب 8 صفقات، مستحيل. هلا هو جلب لك 4 الموسم الماضي، بحاجة صفقتين ثانيين، أنت لسه صفقتين 3 تقريبا، ويخرجوا لاعبين 3 من الفريق. بطلت أحكي أسماء لأنه في ناس بتنزعج. فنصف فريقك بده تغيير يا معلم، هذا الفريق ما بيركب مع بعضه أصلا. يعني مو فريق كرة قدم يركب مع بعضه، ممكن يجلب الأبطال عادي، بس هذا مو فريق كرة قدم. يعني أنت قاعد وقلبك هيك على إيدك، يعني ما بتعرف شو اللي بيحصل. شفنا مبابي هو اللي عم يعمل كل شيء تمام. هو ما بيقدر بصيف واحد يعمل لك كل شيء. كمان بدنا نحكي منطق، التخريب أسهل من الإصلاح. اليوم أنت في عندك قوانين اللعب المالي النظيف، في عندك شيء اسمه الصرف، المصاريف والمداخيل، هذا كله بدك تحسب حسابه. سلم الرواتب، قوانين اليويفا، هذا كله ما في تقدر أنت والله يلا تعالوا نجلب مهاجم ونجلب كذا ونجلب فيتينيا ونجلب مارك جويهي ندفع حقه اليوم 100 مليون أحسن ما يروح لليفربول وتعالوا إلى آخره. ما بتقدر يا معلم، هي مبالغ خيالية يعني، مستحيل هذا الشيء أصلا، يعني بالمنطق لا يمكن أن يحصل تمام. فجاوبتك الجوابين، يلام لكذا كذا كذا كذا. الجزء الثاني أنه لا يستطيع بالأساس، اليوم بده وقته الموضوع. لذلك بدأت كلامي عن ريال مدريد بأن الموضوع يحتاج وقت. أنت الآن عم تمرر موسم فقط، تمرير موسم. أعطيك مثال، كوني ذكرت خيمس رودريغيز قبل شوي، خيمس رودريغيز ومسعود أوزيل، مين كان يتوقع أن هدول اللاعبين يخرجوا من ريال مدريد؟ خرجوا لأنه ما عاد يمشي الحال بهذا الستايل. مع أنه مسعود أوزيل طلع بدع برا، بنعرف هذا الشيء، بس أوكي، ولو أنه مسعود أوزيل بدع، ولو أنه كان مكسر الدنيا، بس في تركيبة كان لازم تحصل بشكل صح، ركبت مع ريال مدريد بشكل صح بالنهاية. راجعوا. ليش بضل السؤال دائما كيف يخرج أوزيل من ريال مدريد؟ لحتى الآن هذا السؤال لازم أن يخرج كان بوقته، يعني ما بتزبط إلا بهي الطريقة. طبعا ممكن كان يبدع بسياق معين، بس بالتركيبة اللي كان رايح لريال مدريد كان لابد من هذا الشيء، يعني مع الأسف. هاي الفكرة صديقي، ولا تداعيات كثيرة بعرف للناس اللي بتحب التفاصيل طبعا، لكن ليس هذا موضوعنا. ولا صديقي إن شاء الله تعالى بالموسم القادم ربما والله أعلم تبدأ الأمور تصبح أفضل وأفضل. خلينا نروح للسؤالين اللي بعدهم، واللي كذلك الأمر للصدفة كمان عن ريال مدريد. ما شاء الله شو كتار الأسئلة، فأنا حاولت قدر الإمكان أغطي الجوانب كلها بدردشتنا ليوم الجمعة المباركة بإذن الله تعالى. أخونا ميثم بيقول لي مساء الخير كابتن نسيم الغالي. يا هلا يا صديقي ميثم، والله أخذت لك سؤالك بقبل آخر حلقة، أنا كان لازم أتركك أسبوعين ما أخذ لك أسئلة، بس يلا أهلا وسهلا حياك الله. ما رأيك بعودة نيكو باز واللاعب بجوار جولر 10 من خلفهم بلينغهام؟ هل تراها شراكة ناجحة لو التعاقد مع لاعب وسط متحكم أفضل، ولو تم التعاقد مع لاعب وسط من تراه من لاعبي ريال مدريد الحاليين مشاركته؟ رشح اسمان. أخونا مالك بيلي كابتن نسيم، بسألك عن وسط الملعب في صفقات محددة مثل آدم وارتن وسميث اللاعب الهولندي. سؤالي، ولو افترضنا جدلا أن ريال مدريد سيجلب هالثنائي في الصيف، ألا ترى معي أن ريال مدريد يحتاج لاثنين لمرء الفراغ بعد توني ولوكا؟ لأني أشعر بأن الهولندي الشاب رائع بين الخطوط، وتحديدا في تغيير سرعاته وحمل الكرة التقدمي بيقصد أخونا، والتوغل بذكاء والتسديد من بعيد. والإنجليزي بيقصد هون وارتن مميز في تحضير اللعب وقراءة اللعب وقطع مسارات التمرير صديقي، جدا وقوي جدا بالدفاع حتى، ودقة التمرير والهدوء تحت الضغط صح، وليس في جميع لاعبي خط وسط ريال مدريد حاليا منهم في جودتهم صح، لا يوجد عندك بهي الجودة صح. يهمني رأيك وشكرا لك أيها المحلل الرائع. تحياتي أخوك مالك من السعودية، حي الله المملكة وأهلنا في المملكة. تحياتي أصدقائي. طبعا السؤالين شوي مخلوطين مع بعض، نحاول ندردش نحن أوكي. طبعا بالنسبة فكرة أن يكون باز وجولر مع بعض في بالبداية 10 وخلفهم جود بلينغهام شبه مستحيل، هي الفكرة حيكون فشل خارق
حتكون انت خارق مع الكره، كارثه بدون كره، لانه لا باز جيد بالضغط العكسي ولا قدر جيد بالضغط العكسي. وخلفهم جود بيلينغهام حيكون يعني الله يعين جود بيلينغهام بهي الحاله، مصيبه بده يصير الموضوع، الا اذا جود تغير اكثر واكثر 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 ممكن. بس جود بده حدا تاني بجنبه، ما بيزبط يكون لوحده رقم 6، ما بتركب. فهي الفكره صديقي ميثم شبه مستحيله، الافضل يكون عندك لاعب اخر. يعني كامافينجا مثلا، شوف كاما وتشواميني بيبادعوا مع بعض بجانب بعض، كاما وجود بيلينغهام، يعني بدك اثنين يكون عندهم حمل جيد، يعني مع الكره جيدين. خلينا هيك نبسط الموضوع بلا هيك ما نتوه كتير. الاثنين جيدين مع الكره، جيدين بدونها، ما عم نقول ممتازين نحن. انت جيد مع الكره وجيد بدونها، خلاص يعني يكون فريقك كله 7/10، خلاص ممتاز، انت فريقك صار سوبر من افضل فرق العالم. بس 7/10 اعطيني من كل شيء. ما بدي لاعب يكون 10/10 بالاهداف و0 بالعشرة دفاعيا، بدي 7/7 فقط يا سيدي، 6/6 فقط. هذا اللي بدك اياه بكرة القدم. فانت بحاجة لاعب صديقي، انت بحاجة ادم وارتن اكثر شيء تقريبا. او بتجلب سميث وما بتجلب ادم وارتن، بيلعبوا هو يعني سميث بيزبط مع كامافينجا وبيزبط مع تشواميني مع بعضهم، ولاعب اضافي في الامام. هي الفكره. طبعا على فرض انه الوسط حيكون 3 بحسب عدد الفريق كيف بده يلعب المدرب. هذا موضوع كلامه مطول. ليش؟ من الان وحتى نهايه الموسم حنشوف اللاعبين الموجودين، هل حيتطور منهم لاعبين، يتراجع لاعبين، يتغير امورهم، الله اعلم. مثل ما حكينا هن اللاعبين بيتغيروا، فالكلام ممكن يتغير من الان وحتى نهايه الموسم. نحكي لك لا ما بدك حدا، ما بتنسى عندك بيتارك، عندك سيستيرو، هدول بالكاستيا، هدول لاعبين رائعين جدا جد. يعني لاعبين هدول لهم مستقبل واضح، مو بس واعد، واضح وضوح الشمس تقريبا. طيب هلا بالنسبه لاخونا مالك بيقول لي ما بتشوف ان الريال بيحتاج لاثنين؟ والله انا وجهه نظري بيحتاج لاثنين، نعم، واحد منهم على اقل تقدير، واحد منهم على اقل تقدير. يعني اذا بدك تاخذ الخيار الحذر الان، شوف ممكن تشوف الاجوبه شوي مختلفه، بس يعني مثلا لو بدنا ناخذ الجواب التصرف الاكثر حذرا خلينا نحكي، فبتشعر انه صفقه ادم وارتون هي صفقه لابد منها او ما يشابه ادم وارتون. الان ليش؟ لانه انت التوازن اللي حكيت عنه انا قبل شوي بوجود كامافينجا اللي هو الافضل بحمل الكره للامام، لكن مشكلته انه اصاباته، يعني بيصاب كثير كامافينجا، يعني للاسف غير محظوظ كامافينجا. فانت اوكي ما اجرت ادم وارتون وتطور كامافينجا جدا، وبدا الموسم القادم وعاد سيناريو الاصابات. فالسيناريو الاكثر حذرا انك تجلب شيء اخر، الا اذا كنت موفق بكامافينجا. لكن الاثنين مع بعض طبعا هن بيملأوا فراغ الاثنين حرفيا، يعني ما شاء الله تعالى. وارتون لا خلاف، وبيعطيك جوده مع الكره حتى عاليه جدا. يعني انت ما عدت مثل قبل شوي لما حكينا قبل سؤالين بتصميم كازيميرو مع مودريتش مع كروس. لا 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 لا، انت يعني ما عندك ديستروير، انت عندك ديستروير وجيد مع الكره، اللي هو مثل تشابي الونسو لما كان كلاعب ريجيستا، ومع لاعبين اخرين او لاعب وامامه لاعب اخر رقم 10. هون بتزبط الامور كتير معك. شوف قدوم ادم وارتون حيختصر عليه كتير امور. ليش انا من انصار وارتون اكثر، او إليوت اندرسون من نوتنغهام، ما عندك مشكله. يعني هذا نفس الشيء بصراحه تقريبا. هدول بيحرقوا لك مراحل للامام. يعني مما كانوا الاخرين معاهم في الوسط، فهن بيركبوا مع بعض. في لاعب تشعر بالمغناطيس، بيزبط مع هذا بيزبط مع هذا، بيركب مع هذا، ما عندك مشكله. فادم وارتون واحد من هدول اللاعبين صديقي. نعم يعني يهمني رايك، تحياتي لك صديقي. هي وجهة نظري الشخصية. دردش اليوم، عم ندردش يعني هيك حلقتنا كأنه قاعدين مع بعض. والله أنا هيك بحاول أتخيل، يعني ما بعرف جوز لأني من زمان ما صورت، يعني فصور وأنا مرتاح ومبسوط اليوم كتير. عموما أنتم حطوا لنا آراءكم بالتعليقات. وتعال نروح للي بعده، السؤال اللي بعده عفوا. أخونا حمدي بيقول لي نسيم السلام عليكم. وعليكم السلام. حمد السيد من السودان، تحياتي حمد، تحياتنا للسودان الحب. بالنسبة لجمهور كرة القدم ليش بيشجع عند الفوز فقط، وأول الفريق لما يوقع بيصيروا صراخ وشتم، ولكن جمهور أرسنال فقط؟ بالنسبة لي أنه جمهور الأرسنال أفضل جمهور، بيصبروا على الفوز والخسارة وعلى كل شيء فيه. يا ريت أخي نسيم توضح السبب. تحياتي صديقي. شوف كلامك صح وخطأ، صح وخطأ. تمام. هلا اول شيء بس خليني اجاوب على موضوع جمهور ارسنال، بعدين بجاوب على البقيه. اوكي او لا، بجاوب بالاول بالبدايه ليش اي جمهور بشكل عام. لا خليني نجاوب على ارسنال الاول. تمام. الان انت بتشوف انه جمهور ارسنال صبور جدا وما عنده اي مشكله. انا بحكي لك ليش. شوف الموضوع بيشرح لك. الارسنال غاب كتير، غاب سنوات طويله جدا، يعني من لما انا كنت شاب صغير. طبعا انا اليوم مع حدود 38 الان، يعني شهر زمان شهر و9 ايام. جهزوا الهدايا. تمام. عيد ميلادي.
من لما كنت صغير فهو غايب، فما نشأ جيل من الجداد، الشباب الجداد بيشجعوا أرسنال أصلا. يعني هو قليلة جدا جدا جدا. فأغلب اللي بيشجعوا تلاقيهم من عمري أو أكبر، أصغر شوي فيه، لكن قليلة لا يخلى الأمر. فالصوت المؤثر هذا اللي بيصيح كتير غير موجود أساسا، أغلبه شباب 30 40 أغلب الشباب يعني. فما حتلاقي هذا الستايل يعني في جيل، لأنه خلاص طفى. بعدين أنت بتضوج بعد سنوات، خلاص أنت بتمل أصلا يعني. فهذا الجيل اللي موجود كله جيل هادئ، هي الفكرة. ولاحظ دور فتش وراء أغلب الكتاب، بالأتلتيك، المحللين، الكتاب، كتاب السكريبتات، دور فتش. هي معلومة ربما ناس تنصدم منها، لكن هي معلومة تخليك تفتح ذهنك أكتر. أغلبهم بيكونوا مدفعجية على فكرة. هذا الموضوع يحتاج بحث على فكرة، ما موضوع لأنه أرسنال، مو هيك، موضوع سيكولوجي بحد ذاته يعني. تمام؟ فهذا السبب. لكن الآن في بعض الشباب بلشوا آخر كم سنة يشجعوا، فبتلاقي أصواتهم عالية وبيسبوا على فكرة. لا يخلى الأمر، لكن الطابع العام هو اللي شرحت لك يعني. طيب الآن مرور للسؤال الأساسي، ليش جمهور كرة القدم بشكل عام هيك بيشجع الفريق فقط على الفوز، ما بيصبر عليه على الخسارة وبصير يشتم وكذا؟ والله هذا الشيء يا صديقي بيشرح لك حال المجتمعات بشكل عام. يعني الموضوع ما هو بكرة القدم، هو بالعالم وبطبيعة مجتمعاتنا حاليا، وطبيعة السياسة اللي بتحكم العالم، اللي هي السياسة الرأسمالية. فانت تقول شو هذا وشو دخل هذا بهذا؟ طيب خليني اختصر الموضوع بكل اختصار. لأن احنا بعصر، طبعا كان في زمان شيء اسمه الحكم الرأسمالي الراديكالي، خلينا نحكي. تمام؟ في شيء بعدين مرت المجتمعات بشيء اسمه الحكم الديني، خاصة بأوروبا وكذا، ما عم نحكي عننا نحن بمنطقنا. بعدين صار في شيء اسمه، أو بالأحرى مرت عدة حقب لأشكال الحكم. أنا بحاول بتكلم ببطء عشان أحاول أختصر كلام عشان ما أتشعب. وصلنا الآن لمرحلة اللي طاغية فيها الرأسمالية بشكل كبير. سيبك من المجتمع، من هذا الحلف الشرقي كذا اللي تمام، اللي غير طريقة بيحكم، لكن الرأسمالية هي الطاغية الأكثر. هي الرأسمالية بتحكم بشكل يفضل يعني تسميته، أنا برأيي الأفضل، راديكالية حديثة. هذا الشكل من الحكم بتشعر أنه شكله متحضر، أهدافه متحضرة، لكنه بيغض النظر عن مصائب العالم الحالية اللي عم تحصل، اللي هي مثل التضخم المعيشي، التضخم الاقتصادي اللي عم يحصل بكل العالم. أحكي لك مثال. اليوم أنت إخواننا في المغرب قبل فترة صار عندهم شوية مناوشات يعني في المغرب العربي، إن شاء الله رب العالمين بيحفظ كل بلاد المسلمين، كل البلاد. فاللي عم يحصل بالمغرب هو على غلاء المعيشة وسوء الأوضاع وكذا. طب أوكي، المغرب وضعه ليس سيء، أنا ما زرت المغرب، لكن المغرب يحكم بنفس الفكرة، هي الراديكالية الحديثة. فيوجد تضخم في العالم كله، فمأثر على كل العالم. دليل العالم في السويد بتحكي بموضوع غلاء المعيشة، غلاء الغاز كل شتاء، بألمانيا، ببلجيكا، أخواننا اللي بأوروبا اكتبوا لنا. طبعا أنا نصف عائلتي برا يعني، فأنا بعرف هذا الشيء كله. بأمريكا، بفرنسا سقطت 4 حكومات متتالية. فهو الموضوع عالمي بشكل عام. الآن عندنا نحن بسوريا سقط الفاجر مثلا، الفاجر ورحل قبل سنة الحمد لله. طيب في ناس تحكي لك ما اختلف شيء. طبعا ما اختلف شيء. ايش بدك يعني؟ بدك تجيك تريلات وشاحنات أموال مثلا؟ ما هو في كارثة عالمية أصلا، في تضخم عالمي بالأساس بيحصل. طيب شو دخل هذا بكرة القدم يا نسيم؟ السبب صديقي أنه نحن بأغلبنا بسبب هذا العصر المتسارع جدا، وفي عصر الحكم الراديكالي الحديث وليس الراديكالية القديمة، تقريبا بتشعر أنه دائما بنحاول نلجأ لشيء تفريغ عاطفي إذا بدك تحكي، أو مستند عاطفي ترتق عليه شيء تحاول تنتمي له، لأنه صرت تشعر أنه أنت بعدم الانتماء داخل مجتمعك. تشعر أنك أن المجتمع هو ما عم يحتويك. السبب أنه هو مجتمع راديكالي حديث بده فقط يلحق، أنت دائما بدك تلحق فقط تعيش بالأساس. صح مو هيك؟ فأنت بتدور على أي شيء تتقي عليه، بصير هذا كأنه جزء منك وكأنك جزء منه لهذا الكيان. تمام؟ فأنت بتعتقد أنه المفروض أنه هو خلاص المفروض يعطيك الطاقة الإيجابية أو تفرغ وتنفس طاقتك السلبية. فلما يحصل هذا الشيء شو اللي بيحصل عندك أنت؟ مثل الصدمة القهرية تقريبا بدماغك يعني. فبتلاقي الموضوع شو صار؟ مثل انفجار ومسبات، لأنه أنت ما عم تصبر على أحد، بدك حتى هذا يضل دائما يعطيك الحب فقط، أو الطاقة الإيجابية فقط. صدقني الموضوع لازم يربط بهي الطريقة. يمكن أنا ما عرفت أشرحه بشكل جيد، أو ما توسعت فيه. هو أنا من عادتي أوسع كتير،
بس أنا بعيني على الشاشة بصراحة بطلع كم دقيقة صار تصوير، فلذلك حاولت أختصر الخطوط العريضة. فصدقني الموضوع هيك، إنه نحن بعصر السرعة، بهذا العصر الراديكالي الحديث، دائما كأفراد عم نبحث عن شيء نتكئ عليه، يكون التنفيس بالنسبة لنا. فبهي الفكرة بنشجع على الفوز، بس خسر بنسبه، لأنه صعب جدا توجد متنفس عاطفي آخر. صدقني هي الفكرة. ولذلك أنا لا أحبذ دائما التعلق الزائد بكرة القدم، يعني مجال ترفيهي وتمام وإتس أوكي وبس. أنا علاقتي مع رب العالمين، العائلة فقط، نقطة انتهى. صدقني هاي نصيحة من أخ لأخوه طبعا. فهذا جوابي يا صديقي، وحطوا لنا آراءكم بالتعليقات. وتعالوا نختتم مع آخر سؤال من أخونا أحمد اللي بيقول لي: كابتن نسيم، شو رأيك بتطور كرة القدم الحالية؟ صارت اللعب حسابات وتقنيات وكذا لدرجة أصبحنا نغفل على أنها مجرد متعة أو رياضة ترفيه. وين تشوف مستقبل كرة القدم؟ أتمنى تكون فهمت سؤالي. قصدي أصبحت لعبة أرقام وإحصائيات أكثر من فنيات وكذا. تمام. هلا سؤالك أنت مختلف عن سؤال أخونا. فكرة أنه ليش ما عادت فنيات وصار فيها كتير كلام على الأرقام؟ حلو، لأنها هي فعلا هيك كرة القدم، لكن سابقا ما كان يتغطى هذا الموضوع. لكن هي هيك كرة القدم، هي فنيات وهي إذا بدي حقيقي كلام عاطفي بقول لك آخ على زمن التسعينات وآخ. حلو الكلام العاطفي، لكن كرة القدم بدون هي الأرقام والإحصائيات فأنت حتوه وتروح بالمدعكة. لأنه العالم كل ما له عم يصبح رأسمالي، مثل ما كنت عم نتكلم قبل شوي، راديكالي حديث أكثر. فأنت مضطر يكون بدك إنتاج مالي أكثر. تخيل حالك أنت مالك النادي اللي بتشجعه، هل أنت حتروح تجلب رونالدينيو وزيدان وريفالدو وعملوا لي فنيات؟ أنا شو بدي بالفنيات؟ أنا لما حأخسر ويطلع ترتيبي 10 بالبريمير ليج وآخذ فقط 70 مليون يورو، حألعن أبو هيك وهيك وهيك على اللاعبين. أنا كان بدي أطلع رابع أو خامس أو أول أو تاني مثلا. أنا بدي 200 300 مليون باوند آخر الموسم يدخل على الخزينة، وإلا حأتراجع أكتر وأكتر. فبده يكون الموضوع مربوط بطريقة صحيحة. بده يكون عندي فريقي، بده يكون عندي فيه مدرب لكذا ومدرب لكذا، بده يكون عندي أطباء وجهاز الاستشفاء وإحصائيات، وأتعامل مع مواقع الداتا كلها. أنا كفريق ليفربول، بورنموث، كريستال بالاس، ريال مدريد، بايرن ميونخ، كله هدول بيشتروا بالأموال، بيدفعوا حق الأرقام والإحصائيات والتحليل. ليش؟ عشان ما يروحوا نيفا، مثل ما بنحكي باللهجة الشامية. ما بعرف إذا بتعرف هذا المثل، يعني بتروح نيفا بعدين. فأنت مضطر لهذا الموضوع. أوكي، شوف إنه اللعبة صار أرقام وإحصائيات أكثر من فنيات، ما هي لهالدرجة، لكن هذا جزء لا يمكن إغفاله أساساً. يعني هو الفن موجود، واللي أنا فهمان عليك بجوز قصدك أنت اللاعب إنه ياخد راحته كلاعب مبدع أو كذا، بيجوز، بس هو لا زال بياخد راحته تمام، لكن ضمن الإطار الانضباطي التكتيكي. خلينا نحكي مثال، مثل ناس تحكي لك والله جوارديولا ما بيعطي مجال للإبداع للاعبين. لا، بيعطي، لكن ضمن الإطار هذا. التكتيك شو وظيفته؟ تعال نحكي التكتيك شو وظيفته. التكتيك هو محاولة لتقليل هامش العشوائية والصدفة. هذا هو التكتيك بس. يعني كرة القدم شيل منها المدرب، شو بيكون فيه؟ بيكون فيه المتعة والفنيات للاعبين. طيب، ما هي أكثر لعبة فيها هامش حظ وتوفيق؟ كرة القدم. كرة القدم كلها حظ وتوفيق وعشوائية، قرارات عشوائية. ليش قرارات عشوائية وحظ وتوفيق؟ لأنه في عندك 11 لاعب و11 لاعب 22. طيب هذول 22، إذا في 22 ظرف و22 إنسان و22 قرار مع كل فريم. الفريم إذا كان بنقسم الثانية ل 60 فريم، فكل واحد من 60 على الثانية في 22 قرار مختلفين. متخيل العشوائية والقرارات كل واحد على كيفه، يعني هي عشوائية بالنهاية اللعبة. طب التكتيك شو بيعمل؟ هو بيضع إطار لهي العشوائية، بيعمل لها هيكل عام، يحاول يضبط هي العشوائية ويقلل من العشوائية والصدفة في كرة القدم فقط. واسأل أي مدرب، اسمع أبحث أي مدرب محترف بيحكي لك التكتيك هو محاولة لتقليل هامش الخطأ والصدفة فقط. أما أنت ممكن تعمل كل شيء وتخسر عادي. عملت كل شيء بس ما أتتك إلا تسديدة، وهي التسديدة أتت بالعارضة، بدل ما تدخل لداخل المرمى خرجت للخارج فقط، فبيقول عنك فاشل مثلا. لا، أنت عملت كل شيء، خلاص خلصت يعني. فهو شيء لابد منه. هي كرة القدم صديقي، وإلا حيكون موضوع عشوائي، فما في داعي بوقته أساسا
يكون في أحد عم يتكلم عن كرة القدم. أنا بقصد على يوتيوب، خلاص ما كلنا بنستمتع بنشوف المباراة منطفي ومنروح فقط بس. لكن الآن وصلنا لمرحلة لا، أصبحت صناعة، وكان هذا الشيء لابد منه يا صديقي. بعرف ربما هو الموضوع ما بيكون ممتع كتير، لكن بتقدر تتابع بدون ما تدقق كتير بالأرقام. It's okay. يعني توصل لمرحلة تقول والله نار الجهل، مو نار الجهل، لا جنة الجهل ولا نار المعرفة. إنه أحيانا في بعض المجالات أنت مو حلو إنك تعرف فيها، حلو إنك ما تعرف شيء تتابعها على الفطرة مثلا، بجوز كمان هذا رأيي يعتد يعني بيعتنقول بعض يعني. فأنت حط لي رأيك صديقي. ولهون حابة الكلام نكون خلصنا كل شيء عندنا لليوم، وحطوا لنا آراءكم بالتعليقات بكل شيء تكلمنا عنه. أراكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.